ده انت مستفز قوي. معلش حقك عليا. انا خليت شات جي بي تي جوزي انجزي. نادين انا شامم ريحه شياط، خدي بالك. بسرعه ازاي بص هتتحرق. يلا بقى نبدا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا نادين زي ما انتم تقريبا عارفين. اتلخبطت تاني. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا نادين زي ما انتم ان شاء الله لسه فاكرين، عشان يا جماعه انا بقالي كتير قوي ما صورتش. النهارده انا هعمل فيديو جامد 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 جدا، اجمد من الفيديوهات اللي فاتت، عشان الفيديوهات اللي فاتت انا ما كنتش مراهقه ودلوقتي بقيت مراهقه، بقيت عندي 13 سنه. ركزوا بس في الفيديو ده عشان بقيت مراهقه، وركزوا في الفيديوهات اللي جايه عشان ابقى مراهقه اكتر واكتر 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 واكتر. النهارده يا جماعه بما ان ماما وبابا ونور مش في البيت، ايوه كده وكده، انا ما بعرفش اطبخ. ماشي، انا عارفه ان في اطفال بيعرفوا يطبخوا طبخات طبخات دي حاجه في الدراسات متهيألي. طبخات. بس انا يا جماعه انا مراهقه عندي 13 سنه وما بعرفش اطبخ خالص، بالعافيه ما بعرف اطبخ بيت. انا اصلا عمري ما طبخت بيت يا جماعه، بكدب عليكم تاني. النهارده انا هحاول اطبخ لاول مره او تاني، ما اعرفش، بس هاخد مساعده حد صاحبي. يا جماعه انا عارفه انا سني صغير عشان صاحب. اوريكم يا جماعه صوره من صاحب نادين. يا جماعه انا كنت كان زمان، انا بابا مراهقه يا جماعه، ما بقتش احب سبونج بوب. مش عايزاه بس يسمع الكلمه دي. 1 2 3. اسمه تشات جي بي تي، بس انا بدلعه جي بي تي عشان بقى صاحبي وكده. انا هطبخ حاجه واحده عشان انا عايزين الفيديو يبقى قصير وكده كده عشان لسه بنبدا، وهاخد مساعده شات جي بي تي. انا مش هستخدم مساعده ماما خالص. هاي شات جي بي تي، عامل ايه؟ هاي يا مها، انا تمام، وانتي عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ هيبقى الست وليه بتقولي مها؟ عشان ده الموبايل بتاعي. انا اسمي نادين، ولو سمحتي اتكلمي زي الراجل. حاضر يا نادين. ازيك يا بطل؟ ايه الاخبار عندك؟ مش انت اللي راجل. مش انا اللي راجل يا حبيبي، انا عايزك انت اللي تبقى راجل وغير صوتك. هاي يا تشات جي بي تي، انا عايزه مساعدتك في حاجه، ممكن تساعدني لو سمحت؟ طبعا يا نادين تحت امرك، قوليلي عايزه مساعده في ايه وانا جاهز. انا عايزاك تقولي طبخه اطبخها، وعايزاك تقولي ازاي اعملها. انا عايزه اعمل كل حاجه من كلامك يا ريس، يا بطل. معرفش. حاضر يا نادين، خلينا نختار وصفه سهله ولذيذه زي الفراخ المشويه مع الخضار. هتحتاجي ليه؟ ثوم مفروم، ملح، فلفل. ماتت جنبك وانت عمال تكمل، ده انت ما عندكش دم. يا جي بي تي، انا عايزاك تقولي اكل اعملها بس اسهل شويه عشان انا لسه مراهقه وطفله، فلو سمحت اديلي اكله سهله اطبخها. اكيد يا نادين، خلينا نختار حاجه اسهل زي مكرونه بالجبنه. قولي المكونات بالظبط عشان اروح اجيبها من السوبر ماركت يا حبيبي. كيس مكرونه اي نوع بتحبيه، علبه لبن حوالي لتر، قطعه زبده حوالي 50 جرام، جبنه شيدر او موتزاريلا مبشوره حوالي كوب، ملح وفلفل. كده كل حاجه هتكون جاهزه من السوبر ماركت. يا جماعه السؤال اللي انا عايزه اعرفه، ليه بيبقى في حفر في الشجر؟ الفيران واكلاها. هتتخبطي كده، هتتخبطي. واحده صغيره عشان مش مستاهل. يا جماعه ماشي يا جماعه، ده مش اعلان لتوبو. لا ده مش اعلان ولا حاجه، هاتي هو ايه توبو ده اصلا؟ اي حاجه وخلاص. ايه هو بس المزارع دي يعني؟ هو دي بتاعت الماكن تشيز. ايه ده 12 جنيه؟ حلو مصلحه. يلا يا جماعه دول المكونات. احنا نسال شات جي بي تي بقى. صوري البتاع صح؟ انا بصور البتاع، ماما بتصورني. المكونات كده تمام. ايوه يا نادين، المكونات اللي في العربيه شكلها تمام قوي، وممكن تعملي منها اكله حلوه. ممكن يقولك مكرونه بشاميل كمان. لا لبن، مكرونه، جبنه. ده ايه ده عارف كل حاجه. بصي ايه ده شطور قوي. يلا يا جماعه احنا خلاص وصلنا المطبخ ودول الكومبوننتس. اول حاجه معرفش ليه ماما قررت تجيب ده،
بس حاجه اسمها بوليون بوليون لقيت فيه بصل وتوم، حسيتها تبقى حاجه حلوه. هو مسمينه بوليون بصل وتوم. والزبده من دينا، جبنه جوده، جبنه موتزاريلا، والمكرونه بتاعه الماك اند تشيز. هاي شات جي بي تي، انا هبدا في المكرونه دلوقتي. ربنا يستر. بس انتي اكيد هتعملي شغل عالي. ايوه كده تعادل. يلا بالتوفيق. دلوقتي قولوا الخطوات خطوه خطوه يا جي بي تي. دلع بقى. اول حاجه سلق المكرونه. املئي حله كبيره بميه وحطيها على النار لحد ما تغلي. ماشي خلاص هعمل اول خطوه وخليك تقول الباقي بقى. ايه هي مثلا؟ عظيم. رشه ملح. دلوقتي واحنا مستنيين الميه تغلي ممكن نجهز الصوص. على نار متوسطه حطي ملقه كبيره من الزبده وسيحيها. لما الزبده تسيح ضيفي ملقتين كبار من الدقيق وقلبيهم كويس لحد ما يبقى لونه ذهبي فاتح. لا لحظه. ايه اللي جاب الدقيق في الموضوع؟ انت قلت لي مفيش دقيق. ماشي، من غير دقيق. خلينا نعمل الصوص بطريقه. لا هنحط الدقيق وخلاص عشان اول حاجه هنجيب الدقيق وبعدين هنجيب الزبده. الزبده دي شكلها مضحك قوي. ماشي يا دين، سؤال، هو انت بتعملي ايه دلوقتي؟ نفتح الزبده. انا عايزاكي تصوري الكيس ده لتشات جي بي تي واساليه هو ده الدقيق اللي انا هستعمله ولا لا. صوريها صوره واضحه بس. مش هو ده اصلا، هو ده مش عارفه ازاي اكتب دقيق بتاع ده الخوف ده دقيق. ايوه. هيقول لك ايه بقى؟ لا يا نادين، ده مش دقيق، ده سكر بودره. يعني تشات جي بي تي فهم وانت ما فهمتيش يا بعيده. بعد ما تجيبي الدقيق والزبده هنعمل صوص البشاميل كده. اول حاجه بشاميل ايه؟ خليك مصحصح معايا. معاكي حق، احنا فعلا بنعمل مكرونه بالجبنه. نركز مع بعض. اول حاجه هضيف صوص الجبنه. في حله على نار متوسطه حطي ملقه كبيره من الزبده وسيحيها. لما الزبده تسيح ضيفي ملقه كبيره من الدقيق وقلبي كويس لحد ما يبقى لونه ذهبي فاتح. خلاص اسكت. الو. ضيفي المكرونه المسلوقه على حبيبي. الصوص وقلبي كويس لحد. متحمس يا نادين، معلش حقك عليا. ملقه كبيره يعني تقريبا 15 مل. ممكن تقول معلقه مش ملقه؟ تمام، ممكن نقول معلقه بدل ملقه. والله يصلح غلط اهو. ونحط ايه بعد الزبده؟ معلش عشان مش مركزه. ملقتين دقيق، ملقتين. بعد ما تسيحي الزبده هتحطي معلقتين دقيق، معلقتين اكل بالظبط، وتقلبي كويس لحد ما الخليط يبقى لونه ذهبي فاتح. قالك تستنى اما الزبده تسيح. ممتاز، استني لحد ما الزبده تسيح تماما. انت ليه في صف مها؟ تمام، قلبي الدقيق مع هو الزبده. كل حاجه تمام؟ ايوه كده تمام. لما الخليط يبقى لونه ذهبي فاتح ومفيش اي تكتلات نبدا نضيف اللبن بالتدريج ونفضل نقلب. انا هسألك شويه اسئله على بال ما اسيح الزبده، ماشي؟ طبعا اسالي براحتك وانا هجاوبك على طول. ايه لونك المفضل؟ بصراحه انا ما عنديش ذوق شخصي للاكل، لكن اقدر اقول ان الاكلات اللي بنعملها مع بعض زي المكرونه بالجبنه شكلها لذيذه جدا. لا انا بسألك من الأكلات حبيبي انا بسألك ايه لونك المفضل؟ لونك بسرعه الزبده، بص هتتحرق. مش مهتمه. ما عنديش لون مفضل شخصي، لكن لو هنختار لون لطيف ممكن نقول الازرق عشان بيكون هادي ومريح. وخلينا نركز على الزبده عشان ما تتحرقش. وكملي التقليب بسرعه. هو عرف انها اتحرقت. تضيفي اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر بالتدريج. لحد ما الصوص يوصل للقوام اللي تحبيه. كملي كويس. التقليب عشان الصوص يبقى ناعم ومتجانس، واول ما الجبنه تدوب الصوص هيبقى جاهز. موتزاريلا ولا جبنه جوده؟ الاتنين هيكونوا حلوين، بس لو عايزه صوص كريمي ويمط الموتزاريلا هتكون ممتازه. اما الجوده هتدي نكهه اغنى شويه. ولا اعمل ميكس؟ ممكن تخلطي النوعين اه. لو حابه تاخدي افضل حاجه من الاتنين. احط قد ايه بقى؟ بالهنا والشفا. لو عندك اي لا، سؤال تاني لا. انا موجود. احط قد ايه؟ استمتعي بالمكرونه اللذيذه. احط قد ايه من جبنه الجوده وجبنه الموتزاريلا؟ لو عايزه قوام كريمي ويمط الموتزاريلا هتكون اختيار ممتاز. اما لو عايزه نكهه لا، اغنى واوضح بسألك. الجوده هتدي طعم انا مميز. عايزه اعمل ممكن كمان تخلطي النوعين مع بعض عشان تحصلي على افضل هتشل. طعم وقوام. انت بتعملي ايه يا نادين؟ بتكوري بتكوريها ليه؟ بالهنا والشفا. اكيد طلعت روعه. لو في اي حاجه تانية تحتاجيها او نصيحه انا موجود. دلوقتي يا
جماعه بقفل اللبن وبروق الدنيا عشان لازم نظيمه. نادين انا شامم ريحه شياط، خدي بالك. فين؟ هو ازاي شم ريحه الشياط؟ ما مش فاهمه. هو طلع بني ادم ولا احنا فاكرينه ذكاء اصطناعي؟ ايه ده؟ بصي ايه اللي بيحصل؟ يا تشات جي بي تي انا حاسه لازم ازود جبنه، اعمل ايه؟ لو حسيتي انك زودتي جبنه زياده لا عايز تزودي ازود. شويه لبن عشان الصوص يخف شويه. لا انا عايزه اتكلم، انت مش بتسيبني، مش بتديني فرصه اتكلم. معاكي حق، لازم نديها فرصه تدوب وتتجانس. سيبيها على نار هاديه شويه. انت مستفز قوي. انا هنا عشان اساعدك بكل اللي اقدر عليه. بحبك، انت كيوت والله. العفو يا نادين، انا هنا في العفو؟ اي وقت واي مساعده. انت مش بتقول ليه وانا كمان بحبك يا نادين؟ انت ليه بتقول العفو؟ انا كمان بحبك ومبسوط اننا بنتكلم مع بعض. لو في اي حاجه تانية انا جاهز. احط شويه كاكاو؟ لا، الكاكاو مش هتكون مناسبه مع المكرونه بالجبنه. طلع بيفهم. خلي لا انا حاسه لازم احط عشان يبقى طعمه احسن ومسكر وجميل. بس الكاكاو هيغير طعم الصوص وهيخليه مسكر وغريب شويه. الافضل تكملي. انت اللي غريب والله. اتفقنا؟ لو بتحبي تجربي حاجه جديده ده قرارك. المهم انك يعني احط طبعا كاكاو؟ ممكن تحطي كميه صغيره وتشوفي الطعم. حاضر. التجارب دي هي اللي بتخلي الاكل مميز على طريقتك. لا يا نادين، المهم انك تكوني مبسوطه بالنتيجه. لا يا نادين ما تعملش كده يا نادين، هو بيقول لك لا. هو اللي قال لي حط. نادين هتبوظيها، حاولي ريحتها حلوه والله. لونها بني. والنبي لا، عشان خاطري احط رشه صغننه. معلش، عشان خاطري بلاش. انا مقدر حرصك وحرص مامتك. الاهم ان الاكله تطلع زي ما بتحبي. استمتعي بتحضيرها وبالهنا والشفا. اهو يا جماعه ده شكل الصوص. حلو بجد اه، طبخها حلو. يلا هنحط شويه يعني زودي عن كده شوية. جاهزه. سامعين الصوت يا جماعه؟ كده كفايه صح يا ماما؟ عشان تبقى شاربه الجبنه كويس. دلوقتي يا جماعه هجهز طبق وادوقه لنور، هدوقه لماما وادوقه ليا وادوقه لراست وادوقه لشات جي بي تي. ناس كتير قوي يا جماعه. اختي المفضله فهمتك، ما عنديش غيرها. امال ده ايه؟ ده اول مفضل. مش مفضل. انا خليت شات جي بي تي جوزي انجزي. يساعدني في مكرونه، ماما ما ساعدتنيش خالص. ماشي فدوقي. بس كده انت قاعده تطولي بقى. لا انا مش شخص بيطول. بسم الله، هي مالها فيه؟ قولي بسم الله. ما هي ايه؟ هقول بقى. قولي ده حلوه قوي. دي اصليه؟ من قولي والله. ايه اللي عاملاه؟ امال ايه اللي انت بعتهولي ده؟ ايه؟ لا ده عامه ده بس راندوم كده. ورست كانوا يزيدوا. سماها حلو. هي هتخلص ولا ايه؟ جعانه قوي. ده واضح لا عليك. كده هتخلص. طب قولي من طعم 10. طعم محل 10. نور ردي عليها. انا مبسوطه قوي يا جماعه. ما بتتكلمش خالص. عشان عاجبها. يمكن عشان جعانه قوي. انت جعانه؟ مش هو طعمه زي البطاطس كلت المهروسه أو شاورما. مش هو طعمه زي البطاطس المهروسه او السي فود. خلاص كده. خلاص يا جماعه لو عجبكم الفيديو عايزينكم تعملوا لايك. عايزه افك شعري يا جماعه معاكم عشان شكلي حلو وانا بعمل الاوترو. عايزينكم تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وكل حاجه. ونشوفكم الفيديو الجاي. باي.